احلى ميكس وافضل تتبيله اللي الكل لازم يجربها. هحتاج نص كيلو من السجق، هقطعه قطع كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده عشان هفرمه في الكبه. ولو مش متاح سجق بلدي عادي نستخدم المجمد. طبعا لما افرمه في الكبه عايزاه يوصل النعومه دي. وعندي كمان نص كيلو من اللحمه المفرومه، هنزل بيهم في بوله كده عشان نضيف باقي المكونات. هضيف السجق واللحمه. هحتاج هنا بقى حواشي يعني بصل، هحتاج 4 بصلات زي ما احنا شايفين، وفلفله حمراء و3 قرون فلفل اخضر، واحده سبايسي على حسب الرغبه. الفلفل باقي كميه ممكن نستخدم فلفل اصفر. البصل طبعا فرمته في الكبه ومش هصفيه. الفلفل برضو يا نقطعه صغير او ان احنا نفرمه في الكبه بس ما نخلوهوش يبقى فيه ميه. دي 100 جرام من اللي هي حلوه قوي قوي، بتدي طعم تحفه قوي. البهارات اللي هستخدمها مكعب وتوابل حواوشي وملح وكزبره ناشفه. كمان هضيف رشه من القرفه. لو مش متاح توابل حواوشي عادي هنزود بس شويه ملح صغيرين، بس هي حقيقي بتودي طعم الحواوشي في حته تانية. طبعا هدمج المكونات بالطريقه دي كده، هسيبها ترتاح في التلاجة من ربع ساعه لنص ساعه. وهنجهز العيش. عندي هنا عيش سياحي زي ما احنا شايفين، وانا بشتريه بقول لبتاع الفرن انا عايزه عيش للحواوشي، فبيديني عيش ابيض وطري بالشكل ده. لكن لو جبنا العيش التاني اللي بيبقى محمر شويه هيتحرق مننا قبل ما اللحمه تستوي. هاخد هنا كميه من اللحمه بالشكل ده لان عندي العيش كبير مش صغير، وهبدا افرد على رغيف كامل بالشكل ده كده. هوزع كل اللحمه في جميع الاجزاء كلها بتاعه العيش. طبعا اللي هي هنا هتدي طعم وهتغنينا عن اي ماده دهنيه داخل العيش. انا حشيت العيش عندي اهو بالطريقه دي، وهحشي واحد كمان معاكم اهو. بفرد كميه اللحمه بس نحاول ما نزودش كميه اللحمه زياده عن اللزوم عشان اضمن ان هي تستوي اسرع. بالشكل ده جاهز معايا. هبدا ادهن العيش بمعلقه خفيفه كده من الزيت، وطبعا هدهن الزيت في كل جوانب العيش جميع الجوانب علشان يقرمش معايا وياخد لون وما نكترش زيت. وكده كده انا دهنه الصاج زيت. لو حابين تحطوا سمنه مفيش مشكله عادي. انا هخبزه على درجه حراره 180 بعد طبعا ما الفرن متسخن على درجه حراره عاليه. لما ياخد لون من تحت هبدا ارفعه على الشوايه. هحتاج اوصل المرحله دي ياخد اللون الاحمر الحلو ده من فوق من تحت. عاوزه اقول لكم ان الميكس ده رهيب. السجق مع اللحمه المفرومه حكايه بجد، لازم تجربوه. لو انتم معايا لحد هنا انا نرمين، اعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنشرها. شوفوا شكل الحواوشي جوسي من جوه ومقرمش من بره تحفه. عاوزه اقول لكم لو فاض كميه عندكم من الخلطه ممكن نحتفظ بيها عادي في الفريزر، او ممكن نحشي العيش عادي ونحتفظ بالعيش في الفريزر.